بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من الكوره مع فايق. والنهارده نجومنا كبار واساطير بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بنتشرف الحقيقه ان انا موجود معاهم النهارده كباتننا الكبار، كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا. ازيك يا ايمن؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ وحشني. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. كابتننا الكبير كابتن ايمن منصور، وحشنا كتير جدا جدا يا كابتن ايمن. وحشنا كتير والله، وبقالنا كتير ما شفناكش. طبعا مشغول. انا اللي مقصر. انا اللي مقصر بالظبط، وانا بقول لك انا اللي مقصر. سامحني. حبيبي والله. بتشرف بيك يا كابتن سعيد ايمن. بيك وسعيد بكابتن مصطفى وكابتن ربنا يخليك يا ايمن. ربنا يبارك في عمرك يا رب. كابتننا الكبير كابتن مدحت عبد الهادي. يا كابتن مدحت اهلا وسهلا بيك. حبيبي ابراهيم، ازيك؟ منور الدنيا. ربنا يخليك يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ انت منور الدنيا. اخبارك ايه؟ كله تمام، كله زي الحمد لله. الفل؟ زي الفل الحمد لله. يا رب دايما. كابتننا الكبير كابتن سيد معوض. يا كابتن سيد مساء الفل. مساء الفل يا ايمن. اخبارك ايه؟ زي الفل، كله تمام. زعلك فتح الله؟ يعني طار فتح الله يعني كده انت النهارده رحب بالكابتن مصطفى ايمن، كابتن مدحت، طبيعي جدا. وانا اخر واحد، ده طبيعي جدا. انما في وجود فتح الله ابقى انا اخر واحد. يعني دي في حد عندنا خناقه هنا من كام يوم كده انه ايه، كنت برحب بفيتو قبل كابتن سيد. سيد ادم ده اكبر وكل حاجه برضه. ادم، لا ادم فتح الله حبيبي، بس برضه يعني قطع انت الله حبيبي. اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. طيب خلينا نبتدي معاكم من الموقف اللي حاصل دلوقتي في الكوره والعقوبات امبارح، حتى كمان اللي حصلت تخفيض العقوبه بتاعت محمد الشناوي، واخد رايكم في المشهد ده، ونتكلم برضو على المنافسه اللي حاصله في الوقت ده في الدوري بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، والزمالك وتفوقه في الكونفدراليه. عندنا موضوعات كتيره جدا جدا الحقيقه هنتكلم فيها. كابتن مصطفى خليني اسالك تعليقك ايه على فكره تخفيض عقوبه الشناوي امبارح؟ شوف، هو اللي حصل، كل الموقف والصوره اللي حصلت قدامنا دي ولا كان ليها لازمه في اي حاجه خالص. ان اللعيب يتعصب على الحكم ويروح يتهاجم على الحكم والكلام ده، انا بالنسبه لي انا رافضه. ويمكن هو عشان تاريخ الشناوي نزلوا له العقوبه بتاعته من 4 ماتشات لماتشين. انما المنظومه كلها، منظومه الكوره في مصر، انا غير راضي عنها خالص بالمره. لان انا مش عارف مين اللي بيدير. هل الرابطه ولا اتحاد الكوره ولا مين اللي بيدير ولا مين اللي بيحط مين ومين اللي بيمشي مين ومين اللي بيحط العقوبات؟ انا مش عارف بصراحه. لان العقوبات والموقف الاخير كله اتحاد الكوره، الرابطه بره المشهد خالص في القصه دي. كل ده من اول لاخره ده اتحاد الكوره. مش محتاجه. وبعد كده هنتكلم على الجزئيه اللي هي اللي حصل. يقول لك ضربه جزاء مش ضربه جزاء. انا قلت ضربه جزاء. سيد قال لك لا مثلا مش ضربه جزاء. مش هنختلف على حاجه. وبعدين انت اتحاد الكوره قلت ان دي استثناء اللي عاوز يجي يشوف يعني انت اديت فرصه للانديه واديت فرصه للنادي الاهلي انه يروح عشان يشوف الصوره ايه ويتكلم. اديت فرصه للانديه كلها بعد كده انك تقول لك كذا كذا كذا، احنا لازم كلنا زي ما النادي الاهلي شاف نادي الزمالك هيشوف، كل الانديه هتشوف. لا انا سؤالي يا كابتن مصطفى، يمكن عشان الجزئيه دي اتكلمنا فيها كتير، بس في سؤال مهم جدا اعتقد بيشغل بال الناس كلها. الاهلي عمل اجتماع وكان اتحاد الكوره المفروض يعمل اجتماع، اتحاد الكوره ما عملش اجتماع، والاهلي عمل اجتماع وكنا سامعين انه هيكون في قرارات، ثم الاهلي في نفس اليوم لم يخرج باي قرارات. شوف المشهد ده ازاي من وجهه نظرك، وهل هذا يعني هل دي نهايه القصه خلاص ما فيش توابع للموضوع؟ انا شايف ان مفيش توابع، واي قرارات هتتاخد هتنفذ على الكل. ويمكن النادي الاهلي، معلش مع احترامي برضه للنادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن بعض الناس تزعل من كلامي شويه ان كان اوفر قوي اللي اتعمل الفتره اللي فاتت دي. ما ينفعش، مش النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من اي حاجه. ليه يا كابتن مصطفى؟ هقول لك ليه يا بري. النادي الاهلي اسم كبير وكيان كبير قوي، مش في مصر بس، بره مصر وفي افريقيا وفي الدول العربيه، في كل الدنيا كلها. ان انا عشان اطلع حتى بيان ضد مذيع يتكلم كلمه عن النادي الاهلي اكبر من الكلام ده. مش النادي الاهلي البيان اللي طلعه، مش النادي الاهلي اللي يقف عشان البيان ده او يستنى النتائج بتاعته ايه. انما انا بقول لك المنظر العام بالنسبه للرياضه، للكره المصريه بالذات الفتره الاخيره، انا غير راضي عنها. لان كل واحد عاوز بيقول كل اللي عنده، فما ينفعش. كابتن سيد، بما ان انا بتكلم في الحته بتاعت الاهلي برضه، فعايز اسمع رايك من مساله تخفيض العقوبه والى كمان الازمه اللي كانت ما بين اتحاد الكوره والنادي الاهلي وانتهت تقريبا الى لا شيء. يعني احنا عارف بتبقى دايما مستني في نهايه الجمله نقطه، فهل احنا بنحط نقطه ولا بنحط فاصله ولا بنحط نقطتين ولا في حاجه احنا مش شايفينها؟ يعني في مشهد تاني هيحصل
في كماله بس انت مش واخد بالك من، يعني ما اعرفش رايك ايه؟ يعني اول حاجه الشناوي طبيعي جدا ممكن العقوبه تتخفض وهي اتخفضت فعلا، وانا بشوف ان دي تاريخ الشناوي زي ما الكابتن مصطفى اتكلم ان هو ما عندوش سوابق كتير، ما عندوش طرد كتير، فممكن العقوبه تقل. النقطه الثانيه بشوفها ان هي مصلحه لمنتخب مصر برضه وجود الشناوي. انت بتتكلم على اخر 4 ماتشات دول موجودين للمنتخب، بعد كده ما فيش ماتشات، هيبقى في معسكر منتخب. فانا بشوف اللعيبه الدوليين حتى كلهم الشناوي بس محتاجين اي عنصر مرشح لمنتخب مصر، محتاجين ان هو يتساعد الفتره الجايه، لان انت الاهم من كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هو منتخب مصر وتمثيل مصر في كاس العالم. النقطة اللي أنت بتتكلم فيها إبراهيم، يعني أنا والكابتن مصطفى كنا معاك برضو في الحلقة لما كنا بنتكلم على ضربة الجزاء واتكلمنا وكنا مساندين جدا للنادي الأهلي في الحتة دي، إن أنت طالما ليك حق خده ودور عليه وافضل اسعى وراه، بس أنت لازم تحط علامة تعجب كده. الموضوع كان عالي قوي وبعد كده بس الصورة ثبتت على كده مفيش حركة، كلنا ثبتنا يعني اللي هو بس، واحنا ما نعرفش بس ليه. يعني بس ليه؟ يعني الامور واصله لايه؟ النادي الاهلي كان بيطالب بحاجات كتيره جدا، الحاجات دي اتحققت؟ لا. طب السكوت ليه؟ الله اعلم. طب هتكمل؟ لا. الفتره دي مفيش ماتشات حتى للنادي. انت كان عندك اسبوعين، فالطبيعي جدا حتى لو في حاجه هتتعمل فهتتعمل خلال الاسبوعين دول عشان ما تدخلش في الماتشات وتبدا تاخد من تركيز اللعيبه، فده ما حصلش. فالنقطه دي علامه تعجب، مش احنا اللي هنعرف نرد عليها، لان اكيد احنا ما عندناش الاجابه. انا ما عنديش الاجابه، انا ما اعرفش ايه الاحداث الايه الغير معلنه، الاحداث الخفيه هي دي اللي يعرفها هو اللي لازم يقول، ومش لازم يقول حكايه العلن، بس لازم يعني انا مثلا واحد من الناس. بس انت قلت نقطه مهمه كانت عاليه يعني عاليه، فوصلت لفين؟ يعني ما حدش فاهم الناس ايه اللي حصل. الاهلي مطالبه هتتنفذ ولا مش هتتنفذ؟ طيب في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها مثلا، والاثنين ما اتفقوش على حاجه، ده السكوت الذي يسبق العاصفه، وفي عاصفه جايه مثلا ما بين اتحاد الناس مش لاقيه النقطه او لاقيه نهايه هي انت اتكلمت في نقطه مهمه، قلت ان كان في اجتماع في النادي الاهلي ده ما تمش، كان في اجتماع في اتحاد الكوره ما تمش. ما تقوليش ان هو صدفه، ما فيش حاجه اسمها صدفه. يعني الكلام ده معروف وكلام واضح لاي حد بيفكر او عنده 10% تفكير بس هيقدر يفهم ان في حاجه حصلت غير معلنه، بناء عليه الاجتماعين دول ما تموش. بس احنا مش هنعرفها دلوقتي، انت هتعرفها بعدين. بس النادي الاهلي لما طلب في بيانه حاجات كتير، 3 أو 4 حاجات، ما تنفذش منهم حاجه. صحيح. طيب حتى الجزئيه حتى كمان اللي الاهلي كان ماسك فيها قوي كمان، اللي هي التفريعه اللي طلعت من الموضوع، انه طب احنا موضوع الانسحاب وموضوع التحكيم وموضوع كذا ما حصلوش نهايه، يعني اللي انا عارفه رد لا اللي انا عارفه ان الاهلي كان عايز اعتذار من الاتحاد المصري لكره القدم، ما خدتش رد وكان عايز تعويضات فيما يتعلق بجزئيه الفلوس اللي كانت وقعت عليه كعقوبات، ثم فجاه مره واحده الموضوع يعني تحس ايه في حاجه ايه اللي هتحصل الله اعلم، بس برضو خلينا نبقى بنقول اللي احنا شايفينه واللي احنا راصدينه. لا بس كان في حاجه ابراهيم حصلت، والحاجه يمكن استفزت جمهور النادي الاهلي شويه. انت بتكرم الحكام اللي رايحين كاس العالم، لازمتها ايه انك تجيب الحكم في وسط الحكام دي وتكرمه؟ طيب فحصل ايه؟ ولا حصل حاجه. اتحاد الكوره حوله للتحقيق، ولا هياخد قدامه قرار. طيب. اتحاد الكوره بالقرار اللي هو عمله ان هو جاب الحكم بيقول للنادي الاهلي انا اللي هحمل الحكم بتاعي، ده واضحه للناس كلها. طب ماشي ده كويس. الاهلي بقى كان رد فعله ايه؟ ولا حاجه. هل في رد فعل تاني احنا مش شايفينه؟ الله اعلم، ممكن يكون في حاجه ورا الكواليس بس ما حدش عارف. كابتن ايمن، واسال حضرتك برضو تعليقك ايه على الموضوع كله برمته لحد الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها وبنتكلم فيها الكباتن؟ والله انا اشوف يمكن اضافه لكلام كابتن مصطفى وكابتن سيد، يعني انا شايف ان الموضوع يعني بدأ بشكل عالي قوي، وفي الاخر النتيجه ايه احنا مش شايفينها لغايه دلوقتي. الناس عايزه تحس ان في عندنا قانون وعندنا في اجراءات بتتعمل. انا شايف ان بدأنا وعلى فكره في ناس اخطأت، وفي قانون احنا ماشيين بيه، لان طبعا احنا مستنيين العقوبات ايه
سواء هنا او على الحكام. اللعيب اخطا، فده برضو لازم انا اشوف الخطا بتاع اللعيب ايه، ولازم امشي باللائحه اللي انا عاملها كاتحاد كوره، ولازم يبقى ليا قرار في الاول وفي الاخر، لازم ليا قرار. لكن برضو اتحاد الكوره بيعمل على ايه؟ خوفا ان في انت داخل كاس عالم، خوفا برضو على اللي هم اللعيبه اللي هتمثل مصر في كاس العالم. فانا شايف ان لو في عقوبات، لا في حاجات برضو ممكن، لو انا الحكم، ما انا اللي متصدر للحكم كاتحاد كوره. اتحاد الكوره انا اللي عامل زي ما تقول مثلا الخيبه اللي بضلل على الحكام. فبالتالي برضو الحكام دول ما هم يهمونا برضو. احنا شاكين ايه يا كابتن ابراهيم؟ بره مصر، ما احنا دول ولادنا برضو. يعني مثلا في حاجات اتقالت ما يصحش خالص ان احنا دول يعني تبعنا، انتقادات يعني للحكم تقصد؟ ما ينفعش ما ينفعش برضو تتقال ان دول برضو بيمثلوا مين في الاول في الاخر؟ مصر. فطبعا ده التحكيم بتسيء للتحكيم برضو. فلما برضو في تحكيم في حاجه زي كده، هو اخطا ومثلا قال حاجه مش مظبوطه، خلاص بيتحاسب، بس يتحاسب من اتحاد الكوره. لكن برضو معلش النادي الاهلي بيدور على حقه، ويدور على ان هو، بس النادي الاهلي مش متعودين ان احنا، النادي الاهلي نادي كبير زي ما قال كابتن مصطفى، مش مثلا نادي صغير، لا نادي كبير. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي في الحاله دي، او مثلا بيبص على الحاجات اللي هي الصغيره دي. ممكن يكون في ضغوط عليه علشان الاداء بتاعه، او الحاجات اللي هي مثلا في الفتره الاخيره دي النتائج مش مساعده. فبالتالي برضو بيبص الناحيه مش شايفين فيها النادي الاهلي ان هو يوصل للمرحله ديت، ان انا اعمل مثلا الحكام، ولا مثلا عادي اتحاد الكوره او الرابطه مالهاش دعوه بالموضوع ده خالص. الرابطه عملت حاجه في الموضوع. لكن بقول ان برضو معلش يعني في قانون وفي لائحه لازم نمشي عليها. فالحاجات دي كلها المفروض ان يعني النادي الاهلي نادي كبير، وجاي الفتره الاخيره ديت لازم يبقى في قرارات تتاخد تناسب الموقف كله، لكن مش شيء ضد شيء او على حساب شيء اخر. عايز تعليقك برضه يا كابتن مدحت. والله يا ابراهيم، يعني انا الدكتور مصطفى قال كلام مهم جدا طبعا، محترم للكابتن ايمن وسيد. المشهد كله مش حلو من اول اللي حصل. المشهد مش حلو. يعني انا حتى اتسالت يا ابراهيم في موضوع ضربه الجزاء، انت من وجهه نظرك ايه؟ قلت انا مدحت شايفها ضربه جزاء مثلا، انما نفس اللعبه هتلاقيها ما بتحسبش قبل كده. فهمتني ازاي؟ مفهوم. يعني اللائحه اللي عندك او القانون اللي عندك ده اللي احنا كنا بنقوله. التحكيم انت النهارده ما حسبتش، حصل كل المشهد ده بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا هي بعيده خالص عن النادي الاهلي يحصل المشهد دوت، ان النادي الاهلي يعمل المشهد ده كله مش متعودين عليه، او الزمالك يعمل المشهد مش متعودين عليه. عشان لما ترجع بالذاكره ابراهيم هتلاقي في حاجات كتيره نفس الشيب نفس الشكل دوت كان بتحصل، ما كانش بتاخد يعني ايه؟ ايوه الشو ده كله، الحجم ده الحجم دوت. برافو عليك. من اول الملعب، من اول اتحاد الكوره، من اول لما المجموعه اللي راحت، الوفد اللي راح من النادي الاهلي عشان يحضر، من اول الموقف اللي هم ما رفضوا يدخلوا، عارف مشهد كله وحش. تمام. الطبيعي ان لازم يطلع مسؤول في لجنه الحكام، يطلع يتكلم باسم الحكام، يطلع يتكلم بالاخطاء اللي انت بتعرف. ممكن انا قاعد انا وسيد دلوقتي يا ابراهيم، في حاجات في قانون التحكيم احنا ممكن نكون ما نعرفهاش. فهمتني ازاي؟ يبقى لازم اللي يطلع يتكلم يبرر او يوصل المعلومه او يوصل القانون ديت ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، تتحسب ولا ما تتحسبش. وليها بتبقى ليها حاجات كتيره ومواقف كتيره جدا يا ابراهيم، او لقطات تانية كتير قبل كده حصلت. تمام. انما لما تيجي تبص كتكريم زي ما الكابتن مصطفى انا قلت ما كانش ينفع وقته. طب التكريم ده كان متوضب ميعاده قبل الواقعه ديت ولا لا؟ احنا ما نعرفش. ما حدش بيطلع يصرح زي ما سيد بيقول، ما حدش بيطلع يعلن. لازم يبقى في حاجات علن. النهارده النادي الاهلي طلب اللي هو يسمع الفار. تمام. طب اللائحه عندك مسموح بكده؟ مفيش لائحه اصلا بتقول. تمام. يبقى النهارده انت بعديها يا ابراهيم، بعديها على طول 5 انديه طلبت اللي هي تشوف الفار. ضربات جزاء. قال لك ما جاليش طلب رسمي. ضربات جزاء. قال لك ما جاليش طلب رسمي. ايوه ماشي، ضربات جزاء. تمام. طب انت كده فتحتها. طب وبعدين؟ يبقى انت كده ما حكمتش. لاحظها بقى يا ابراهيم، انت كل موسم يا كابتن مصطفى الدوري المصري يحصل فيه كارثه. طيب ما دي مشكله ايه؟ مشكله تحكيم يا جماعه. ما هو كابتن مدحت احنا في نفس القصه اللي انت بتتكلم فيها دي، مش بقالنا سنه، بقالنا 2-3 اللي هو ايه؟ انا بشوف الكوره وهم يطلعوا الساده الحكام لما كان مسموح بفقرات التحليل التحكيمي،
فيجي يشرح لك الحاله فيقول لك كذا كذا كذا. ايوه يعني دي يا كابتن ايه؟ انا شايفها ضربه جزاء. يعني دي كانت المفروض ضربه جزاء. تعال نشوف واحده بعديها هي نفسها زيها بالظبط مش ضربه جزاء يعني. طيب وادي الخبير التحكيمي بيقول رايه. فاحنا اذا كان الخبير التحكيمي نفسه مختلف مع الخبير التحكيمي اخوه، انا هفهم اكتر منهم هما الاثنين، والحكم نفسه مختلف مع هنا الاختلاف في الرؤيه. فانا كابتن ايمن، انا كابتن مدحت بقى عندي مشكله. انا كمشاهد، مش انا كاعلام خالص، انا تايه وتايه، والتوهان ده بيخليني اعمل زي يا جماعه ما تقول طب اظلمني بس اظلم كل الناس بقى زيي يعني، او لو هتديني ادي كل الناس زيي. هي اللائحه ابراهيم، اللائحه بتتبعت للانديه مش بتتبعت للزمالك. مش لائحه، ده قانون. لا انا بتكلم ده قانون تحكيم. اللائحه عموما لما بتتبعت لوائح عقوبات الكلام ده كله بتتبعت للانديه، بتتبعت زي ما بتتبعت للزمالك، بتتبعت للاهلي، بتتبعت للمقاولين، كله سواسيه. طب لما بتيجي انت بقى توصل للمرحله بتاعت اللي انت بتقول ايه اتظلم او ما اتظلمش، طب اشمعنى بتمشي مع ناس وما بتمشيش مع ناس ثانيه؟ ماشي، وضح اكتر. طبق بقى، وضح اكتر يعني طبق. يعني انت النهارده مثلا انت بتتكلم على كره النادي الاهلي تمام، احنا كلنا بنقول ضربه جزاء، هم ليهم راي ثاني. طب نفس الكره في ماتشات ثانيه يعني مثلا بعد ماتش النادي الاهلي، ماتش سموحه، لا ماتش سموحه ليه ضربه جزاء ما خدتش الشيب او الشكل. نفس الموضوع دوت. ما هو دي المشكله، ان لازم حد يطلع يتكلم. ايوه، ما هو هي ما خدتش بقى نفس الشكل ده لسبب انه الناس بتوع سموحه ما اتكلموش، ما فهمش حد عمل مداخله، ما فهمش حد اتكلم، ما فهمش حد اثار الموضوع، ما فهمش حد وبرضه انت بتقارن الانديه الشعبيه بانديه مش شعبيه. الانديه الشعبيه ليها عدد كبير جدا من الناس بتبقى غضبانه، يعني زمالك واهلي اوعى ايدك ووشك والكهرباء. بس قانون يا ابراهيم. انا مش مختلف، انا مش مختلف، ده اللي بقصده بقى. لا انا مش مختلف، انا برد على الجزئيه بتاعت الكابتن اعلاميا يعني بيتكلم، بيقول اعلاميا ليه ما خدتش الحجم ده. انا كراجل اعلامي عرضت البيان بتاع سموحه، اتكلمت في ضربه الجزاء، كان الكباتن موجودين وكان كابتن سيد وكابتن مصطفى وكلاهما الحقيقه قال لك لا ضربه جزاء مستحقه لسموحه. بس كون ان الموضوع ما اخدش نفس الحجم ده، اداره سموحه ما عملتش نفس عدد الزخم من المداخلات، زائد ان هم ما عندهمش جماهير يبقى عندهم الحاله ديت من الغضب. دي من ناحيه، بس ده مش معناه انه نادي يتظلم عشان هو ما عندوش جمهور خالص. مش معناه ابدا. يبقى انا هنا ارجع لكلمه سيد، ان الصوره ثبتت، ما خدتش حاجه. كل اللي حصل انا ما خدتش حاجه، ما حدش اداني معلومه، ما حدش اداني افاده للي بيحصل، اذا كان لسموحه ولا الزمالك ولا الاهلي ولا بيراميدز، ما حدش اداني افاده لاي حاجه. يبقى انت النهارده كله، انت المفروض زي ما الكابتن المصاب بيتكلم، عامل كله سواسيه. طيب انا رايح دلوقتي على ماتشات مهمه، انا رايح على زمالك وبيراميدز، انا بتكلم من ناحيه التحكيم لسه ما اتكلمتش فنيا. واهلي وبيراميدز الاهلي قال لك لا يا باشا انا ماتش اهلي وبيراميدز واهلي وزمالك انا عايز حكام اجانب. كويس. زمالك وبيراميدز خلاص انتهت القصه على تحكيم مصري، ماشي كده؟ هسالك على الجزئيه ديت، وهل تتوقع انه خلال الفتره اللي جايه هيبقى في ازمات من الناحيه التحكيميه ولا لا، ولا الامور هتمشي بشكل كويس؟ نروح لفاصل.